مرحبا، يعطيكم ألف عافية أصدقاء. اليوم مع تتمة الفيديو تبع الأكلات الجزائرية التقليدية. بسم الله على بركة الله. نبلش بالفيديو. عندنا هون بالصورة المحاجب يعتبر زي الخبز محشي هيك بالفلفل حار زي ما انتم شايفين. بندورة مش عارفة شو حشوته، المهم هيك بيجي. في كمان أكلة الكرنتيكا. الكرنتيكا عبارة عن حمص مطحون، بيعملوه خلطة هيك ويحطوه بالفرن، بيعطي هذا الشكل وبياكلوه مع الخبز الفرنسي، وهو من أطيب الأكلات التقليدية الجزائرية. عن جد طيب كتير وزاكي، أصلا من شكله مبين إنه طيب، ويحط مع الهريسة حارة بتكون. اسمها أكلة الكرنتيكا. ونروح لأكلة تانية وهي تليتلي 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 تليتلي. وهو عبارة عن بيض، لسان العصفور، حمص، فلفل حار، وكمان لحمة. وهي كمان من أشهر الأكلات التقليدية الجزائرية، وكل طبق مزين على طريقة مختلفة عن الثانية. هون عنا زيتون كمان حاطين، وقطع لحمة مرات يحطوها صغيرة مرة كبيرة، وشكله كتير كتير زاكي وكتير طيب. اسمه تليتلي. نروح مع أكلة تانية وهي سفرية. أوكي، أتوقع إنه هيك بتلفظ. وهي عبارة عن مش عارفة، سفرية. أتوقع إنه فيها إشي بطاطا مهروسة مقلية، بتعمل كرات هيك زي الطابات، وبتنقلى كتير بتشهي. عن جد إشي بشهي. يسلم إيديكم على هيك أكلات يا أهل الجزائر، وأنا كتير بحب الأكلات الجزائرية. في عندنا كمان الكباب. الكباب هو عندنا هون ببلاد الشام، بالأردن، فلسطين. بتكون لحمة مفرومة عليها بهارات معينة وبتنشوى، فهذا أنا كتير كتير بحبه يعني الأكلة هاي. فأتوقع إنه نفس الإشي. أوكي. ننتقل هلأ للأكلة اللي بعديها. في الدولمة. احنا بنعرف الدولمة العراقية، بس طلع إنه في كمان دولمة جزائرية. الدولمة الجزائرية كمان عبارة عن محاشي، كوسة، بطاطا، بندورة، كله مع بعض. طلعوا كيف هيك شكله بيجي كتير حلو، كتير طيب، وكتير زاكي. أنا من عشاق الدولمة أو المحاشي كيف ما كانت، كتير بحبها، عن جد طيبة. في كمان بصل محشي، تقريبا نفس الدولمة العراقية، بس أكيد اللمسة أو النكهة الجزائرية بتكون طاغية أكتر. في كمان أكلة تانية تكربين، أتوقع، مش عارفة إذا النطق صحيح. هيك بتيجي هيك شكلها، فيها صوص بندورة، عليها بقدونس. مش عارفة صراحة شو هاي. بالله عليكم يعني بتكتبونا بالتعليق إيش هي يعني الأكلة، على إيش تحتوي. أنا شايفيته حمص، شايفة حاطين جزر، صوص بندورة، بس مبينة إنها طيبة. بس أوكي، بس لازم نجربهم إن شاء الله يا رب، نعمل تجربة للأكلات الجزائرية التقليدية. في عندنا كمان هون اللوبيا بيضاء، أو الفاصوليا البيضاء زي ما بنحكي عنها. الفاصوليا هاي نفس الإشي، عليها لحمة
وتيجي لونها أحمر، يعني أكيد عليها بندورة. كتير حلوة، كتير زاكية وصحية ونفس الوقت مفيدة بفصل الشتاء. البقوليات من أطيب وأكلات صحية 100%. طبعا أنا اللي لاحظته هون بالجزائر إنه أكلهم كتير، يعني كتير صحي، وأكل متنوع، طبخهم عن جد متنوع وبيحتوي على الخضار، لحوم، يعني كل إشي موجود الحمد لله. يعني أكلة صحية بتكون 100%. ونكمل الفيديو. في عندنا أكلة تانية وهي بوزلوف. أيوة، بوزلوف. هيك بيجي، وكل أكلة بيكون فيها فلفل حار، لازم قرن فلفل فوق. عن جد مبين إنها طيبة. حمص طيب، بحس إنه الأكل أو المطبخ الجزائري بيستعملوا كتير هذا الحمص. مبين بالصورة بوسلوف هو راس الخروف، بس طبخينه يعني بطريقة مختلفة، ويحطوا عليها أو معه خضار. ترى كيف بيجي بشهي، مبين من شكله بيشهي. لا تحكولي، عن جد بيشهي، صح ولا لا؟ طيب حبايبنا، هاي هي تتمة الفيديو تبع الأكلات الطبخ أو الأكلات التقليدية الجزائرية. طبعا مش هنا وقفنا، أكيد في أكلات كتير متعددة بالجزائر ومتنوعة. يعني إذا بدنا نعمل عن الأكلات الجزائرية رح نعمل كتير حلقات، لأنه ما شاء الله مطبخ متنوع وعنده كتير أشكال وطبخات، وبيعتبر من المطابخ الأولى عالميا. في كمان الحلويات الجزائرية رح نعمله بالفيديو القادم إن شاء الله، نتعرف على الحلويات الجزائرية، لأنه الجزائر معروفة بالحلو تبعها كتير طيب، لا بالشكل ولا بالطعم. انتظرونا بالفيديو الجاي، وراح يكون حلقة جديدة على الحلويات الجزائرية. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو، لايك. اتركوا لنا بالتعليق شو الأكلة اللي بتحبوها كتير، وشو أكتر أكلة مشهورة عندكم بالجزائر. هما طبعا كلهم مشهورين، بس شو أكتر أكلة بيحبها كل الشعب الجزائري. وهون راح أترككم بحكي لكم، بشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة.